السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة عجينة البيتزا، بس هنعملها على شكل ميني بيتزا حلوة جدا جدا، والنتيجة ما شاء الله طالعة روعة وما خدش وقت خالص. انا عاملاها في العجان بتاعي اللي انا كنت جايباه بقالي فترة. صراحة انا جايباه حوالي من سنتين او 3 مش فاكرة، بس ما شاء الله لحد دلوقتي كويس جدا. هكلمكم عليه بس ما اقولكم المقادير بتاعتنا. معايا كيلو دقيق، ومعايا كوباية زيت، وكيس خميرة، وثلاث معالق سكر، 3 معالق حليب بودر، ونص كيس بيكنج باودر، وربع معلقة ملح او نص معلقة ملح، ومية حسب العجينة ما بتاخد. انا حطيت المكونات كلها في العجان، وضفت المية بالخميرة بعد ما خمرت. طبعا المية دافية. وبعد كده ضفت للعجينة كوباية ونص كمان مية، يعني إجمالي السوائل 500 ملي أو نص لتر من المية. غالبا كيلو دي بياخد نص لتر من المية في الطبيعي، بس ممكن في أنواع دي بتحتاج أقل أو أكتر على حسب النوع. أنا سبته بقى كده يعجن على درجة 2 شوية، وبعد كده زودت العجن على 3، ودي أقصى حاجة ممكن تعجني عليها عشان تحافظي على العجان بتاعك، في بالذات في العجاين التقيلة. زي عجينة الفطير، أنا عملت فيه عجينة الفطير مشلتت ما شاء الله. بص العجينة عاملة ازاي في ايديا، زي ما يكون ملبن بالظبط. طبعا بتفرق العجينة او نتيجة العجينة من العجان او طريقة العجن، لانها بتريحك جدا في الشغل وبتطلع نتيجة مرضية جدا يعني. انا جبت من عندهم عجان رافال ما شاء الله، لكن معارفي واصدقائي جايبين حاجات تانية. في جايب خلاط، في جايب مفرمة، وفي جايب حاجات كتير يعني، بس ما شاء الله محدش خالص اشتكى. وما شاء الله خدمة برضو العملاء عندهم كويسين جدا وكلهم ذوق. انا في الفترة دي ضاع مني سلاح الفرن. بصراحة كلمتهم ما تأخروش خالص، وبعتهولي من غير أي رسوم ومن غير أي فلوس. ما شاء الله عليهم، ربنا يا رب يكرمهم. كل اللي عملته كده أنا سبت العجينة، سبت العجينة تخمر. وبعد كده جبتها بقى، حطيتها على الرخامة وابتديت أفردها عشان أقطعها. انا يعني عملت في القناه دي كذا حاجه، كذا وصفه بالعجان الرفاعي بتاعي. عملت ما شاء الله فرمت لحمه، وعملت كبيبه، وكمان عملت كفته رز. فالنتيجه كانت الحمد لله، ولحد الان ما شاء الله والله ولا اتصلح ولا مره، ولا في اي مشكله. ده عن تجربه شخصيه ليا، وعن كمان استعمال شخصي عشان برضه اكون صريحه. استعمال الشخصي ليه ما شاء الله حلو جدا جدا. بس قطعت بقى العجينة على شكل ميني بيتزا زي ما انتم شايفين كده. وانا مش بعمل لها صلصة مخصوص، انا بجيب كيس صلصة من العادية دي الجاهزة. بحط عليه مثلا معلقتين زبدة متسيحة، او ممكن تستخدمي الزيت، وبحط زعتر، وبحط ملح وفلفل. انا كده شوكت بس العجينة علشان ما تنفش جوه الفرن وتبقى عاملة زي الفينو. حطيت زي ما قلت لكم بقى الصلصة، وهبتدي ادهن وش الفطاير بتاعتي او البيتزا بتاعتي. وبدخلها انا في الفتره دي انا مشغله الفرن على درجه حراره 200، ولو عندك كمان 220 شغليه، لان عجينه المخبوزات بتحب النار العاليه عشان ما تنشفش. انا ضفت بقى الصلصه، وجبت جبنه موتزاريلا اي نوع. النوع ده كان اسمه البركه، بس انا كمان بستخدم الحمد، حلوه جدا، والميكس بتاع الحمد حلو قوي برضو. وجبت بقى الإضافات بتاعتي، الفلفل والزيتون والطماطم، وشايلة منه البذر عشان المية ما تطريش العجينة. بس كده، وهحط الجبنة الموتزاريلا وهدخلها الفرن. ما شاء الله بتاخد حوالي 10 دقايق مش أكتر. وبتطلع بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. بصراحة الشغل برضو بالعجان بيفرق كتير عن الشغل بالإيد أو العجن بالإيد. بيطلع لك نتيجة كويسة وسريعة ومريحة كمان. احسن حاجة في المنتجات المصرية ان انت بتلاقي قطع الغيار بتاعتها موجودة ومتوفرة
وبالذات يعني لو شركة محترمة زي شركة رافال على طول بتلاقيها.